السلام عليكم. من الحاجات اللي كتير من الناس بتسعى ليها إن هي تفقد الوزن، أو الناس بيكون عندها سمنة فبتحاول إن هي تنزل من وزنها. ويعني بيشوفوا طرق كتير، بيشوفوا حاجات كتير، بيحاولوا إن هم يجربوها، ولكن للأسف مش بتجيب معاهم نتيجة. وده بيرجع لشوية أسباب أو شوية حاجات بتأثر في معدل الحرق. طيب إيه هي الحاجات دي، أو حاجات مثلا زي إيه؟ عندنا رقم واحد الجينات والهرمونات. الجينات الوراثية بتاعة الفرد، أو ممكن يكون مثلا إن هو عنده حد في العيلة وزنه زايد أو بيعاني من مشكلة السمنة، أو هو عنده الحرق بطيء، فبالتالي هو واخد الموضوع ده وراثة. فالجينات الوراثية من العوامل الكبيرة والمؤثرة بشكل قوي جدا في موضوع معدل الحرق. طيب مثال على كده، بنشوف ناس كتير مثلا يقول لك انا باكل كتير قوي ولكن وزني مش بيزيد. وعلى النقيض بنشوف ناس يقول لك انا يعني بدخن من اقل حاجة، يعني لو كلت الاكل اللي هو العادي يا دوب كده وزني بيزيد وبدخن وبيحصل لي مشاكل وبتاع. فالامور دي بيدخل فيها وبيأثر عليها عامل الهرمونات، هرمونات بتاعة الجسم والجينات الوراثية. طيب ايه كمان ممكن يأثر في معدل الحرق بتاعك؟ عندنا برضو عامل السن. السن طبعا، كل ما الشخص بيكبر في السن او كل ما كان سنك كبير، كل ما بيقل معدل الحرق. كمان طبيعة النشاط اليومي اللي انت بتعمله بيعتمد مثلا على الحركة اللي انت بتعملها اثناء اليوم. هل انت شغلك مثلا طبيعة اليوم بتاعك انت قاعد على مكتب مش بتتحرك كتير، ولا انت مثلا شغلك بيتطلب منك حركة كتير وان انت تمشي بشكل مستمر، او جسمك بيكون اكتف دايما وفيه نشاط. فطبعا النشاط بيأثر على معدل الحرق وتنشيط العمليات الحيوية في الجسم، ان يحصل عملية الحرق. طيب ايه تاني ممكن يأثر في عملية الحرق؟ الرياضة مثلا. الرياضة يعني لو انت شخص بتلعب رياضة، فاكيد معدل الحرق عندك هيكون احسن بكتير من الشخص اللي مش بيمارس رياضة، والعمليات الحيوية في جسمك هتكون نشطة طبعا. يعني غير الفوائد الكتيرة جدا جدا، يعني التي لا تعد ولا تحصى من ممارسة الرياضة على الصحة وعلى وظائف الجسم المختلفة، وعلى القلب والعضلات والمخ والجسم بشكل عام. يعني الرياضة مش بس هتفيدك في ان هي تعلي معدل الحرق فقط. طيب حاجة كمان بلاحظها عند ناس كتير، ان هو لما بيجي يعمل دايت بيكون عامل دايت قاسي قوي وبيحرم نفسه من حاجات كتيرة، او ممكن مثلا ياكل مرة واحدة في اليوم وحاجات بسيطة قوي كده. ده خطر، دينجر، يعني من الحاجات اللي هي بتموت الحرق عندك. انت كده مش بتخس، يعني كده انت بتدمر جسمك، وغير ان انت بتفقد ماسل او عضلات اكتر ما بتفقد الدهون. فالطريقة دي خاطئة تماما. الدايت مش حرمان، الدايت يعني عملية تنظيم للأكل مش عملية حرمان. بس كده، يعني دي من أكتر الحاجات اللي أنا لاحظتها اللي هي بتأثر في عملية الحرق بشكل كبير. ممكن نتكلم عن الموضوع ده بتوسع أكبر إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. نتقابل في الفيديو اللي جاي إن شاء الله وموضوع جديد. أتمنى إن أنت تكون استفدت، والسلام عليكم.